السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وكل سنة وانتم طيبين. معاكم ايه ابراهيم ودي قناتي ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده الرنجة بدون فرن بدون بوتاجاز. هقولكوا على طريقة بسيطة جدا نخلي بيها الرنجة بدون هدر. كمان هعمل معاكم طبق بقى سلطة رنجة كده في منتهى اللذاذة، هيعجبكم باذن الله جدا جدا. كمان مربى الرنجة بالمعلقة السحرية الموجودة في كل بيت، حاجة بقى كده لذيذة جدا جدا باذن الله هتعجب اهل بيتك. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك. تعالوا بقى كده بينا نشوف الطريقة. اول حاجة بقى كده هحضر سلطة الطحينة او الطبق يعني من سلطة الطحينة، هنشتغل بيه اطباق النهاردة. معايا نص كوباية من الطحينة الخام، ودي انا عملتها بنفس الطريقة اللي عملتها معاكم قبل كده على القناة، وبفضل الله عجبت ناس كتير لانها تشبه الجاهزة. فهسيب لكم باذن الله لينك الفيديو بتاع الطحينة في صندوق الوصف. طب كده معايا نص كوباية من الطحينة الخام، نزلت عليها بربع كوباية من المية. هبدأ بس أدوبهم مع بعض كده في البداية، وبعد كده هنزل عليهم بربع كوباية من عصير الليمون. هحط كمان معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الشطة ورشة بسيطة من الملح. بالنسبة بس لكمية الليمون هنا طبعا هي زيادة، لأن أنا هشتغل أطباق رنجة، فالرنجة بتحب الليمون الزيادة. إنما لو هتعملي يعني سلطة طحينة كطبق جانبي جنب أي طبق تاني، تقدري طبعا تقللي كمية الليمون، هتبقى 4 معالق من الليمون. ولو هتحطي خل يبقى معلقتين ليمون ومعلقتين خل. طب تعالوا بقى كده للرنجة. أول حاجة لما باجي أجيب الرنجة بضغط عليها كده بلاقيها جامدة، مش إيدي بتغرس فيها، يعني الجامدة دي كده تبقى كويسة وتمام. طيب اول حاجه بقى عشان اخليها اشيل طبعا الراس بتاعتها كده والزعنفه كده اللي في الاخر. هجيب السكينه عندي وهقسم بقى الظهر بالشكل ده. طب بالنسبه بقى للجلد كده باجي كده من عند الديل وبشيل يعني بشيل الجلد بايد وبضغط على لحم الايد التانية. طبعا كل ده بشويش، انا هنا مسرعه الفيديو، طبعا انا بعمل بشويش عشان مهريش لحم الرنجايه معايا. اهو واحدة واحدة اهو لحد ما بنطلع الجلد بتاع الرنجة. اهو زي ما انتوا شايفين اهو بقى طالع اهو بكل سهولة. ده غير كده يعني جلد الرنجاية مش طالع بقى بكمية رنجة كتير زي مثلا لما بنيجي نشويها او نحطها مثلا في الفرن، لا طالع بكل سهولة، وكمان مش واخد لحم معاه، او لو واخد معاه اللي هو البسيط قوي قوي زي ما احنا شايفين. دي طبعا طريقة حلوة جدا ما بتهدرش معانا الرنجة. طب انا عايزة طبعا اشيل السلسلة بتاعت الرنجاية. هبدأ بقى ان انا افتح بايدي كده، وكمان هساعد بالسكينة بالشكل ده. طبعا كل ده برضو بشويش. بعد كده ببدأ ان انا اشيل بقى اهي السلسلة بتاعت الرنجاية. شايفين بقى بتبقى بالشكل ده. طيب عايزين بقى نحضر بقى طبق كده بقى من سلطة الرنجة، يكون بقى شكله وطعمه طبعا لذيذ. فهجيب رنجاية عندي من اللي عملتهم او اللي خليتهم، وهبدأ اقطعهم بالشكل ده. هجيب بقى بولة عندي كده وهنزل بالرنجة، هنزل كمان ببصل خيار طماطم متقطعين مكعبات، وهحط عليهم سلطة الطحينة اللي عملناها، يعني حوالي كده 4 معالق من سلطة الطحينة. اجيب بقى طبق عندي كده وهحط فيه ورقتين من خس الكابوتشا، وهنزل بيه وهنزل بالسلطة بالشكل ده. طبعا التزيين طبعا ده طبعا يرجع لك، ممكن كمان تحطي جرجير، هتفرشي في الطبق جرجير بدل الخس الكابوتشا، او طبعا برضو ممكن تحطي برضو خس عادي اللي هو البلدي. احط كمان بقى كده وردية من الطماطم، وكمان يعني كام شريحة كده من الليمون. وبقى عندنا بقى احلى سلطة رنجة باذن الله، تجربوها وتعجبكم. تعالوا بقى نحضر كده مربى الرنجة. هجيب بقى نصايه كده من الرنجية اللي خليتها، وابدا اقطعها بالشكل ده. طبعا لو في اي شوك او حاجة وانا بقطعها طبعا بشيله.
هنزل كمان بحوالي كده 4 معالق من سلطة الطحينة اللي حضرناها، وكمان المعلقة بقى السحرية اللي موجودة في كل بيت، ودي بقى معلقة كبيرة من القشطة. طبعا هي مجمدة كده عشان كنت شايلاها في الفريزر. عايزه اقول لكم بقى ان معلقه القشطه دي بتخلي المربى او مربى الرنجه كريميه جدا وحلوه، يعني طعمها لذيذ جدا جدا. الطريقه دي كمان ميزتها ان انت مثلا لو جبتي رنجه ولقيتيها حادقه شويه تقدري تخففيها، او اللي هي معلقه القشطه وكمان معلقه من، بس ساعتها بقى تحطي طحينه خام مش الطحينه او مش سلطه الطحينه عشان تخف من حدوقيه الرنجه. طب ليه انا حطاها في برطمان؟ يعني مثلا لو انت محضره الرنجايه او محضره الرنجه قبليها مثلا بيوم وحابه تحطيها في التلاجة، فممكن تحطيها في برطمان، نقفل طبعا برطمان ونحطها في التلاجة عشان ما تعملش ريحه في التلاجة. هبدا برضو ازين كده بكام شريحه برضو من الليمون، يعني نعمل شكل ايه لطيف كده. هيبقى عندي بقى مربى الرنجه جاهزه عندي. اتمنى طبعا ان الطريقة او طريقة مربى الرنجة والسلطة كمان تكون عجبتكم. بإذن الله تجربوا الطرق وتعجبكم، ولو عجبتكم الطريقة متنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.